السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل النهاردة مع بعض وراك الفراخ بتتبيلة كده حلوة. انا جهزت الخلاط عشان مفيش كبة يعني، فهحط فيه قوطة وهحط بصل وفلفل الوان واضربهم مع بعض، ومعهم بقى التوابل اللي هقولكوا عليها دلوقتي. كمان على فكرة طلع طعمها حلو قوي، يعني طلعت جميلة. هحط بقى كده ملح وفلفل اسود وتوم وبصل بودر ورشة جنزبيل وكزبرة ناشفة، وهحط شوية زيت زيتون كمان، وهحط زيت زيتون او زيت عادي مش هيفرق يعني، وهحط برضو صويا صوص ودبس رمان. لو مش متاحين عادي مش هتفرق، هو كفاية الخضار بس. هضرب بقى في الخلاط وارجع لكم تاني. كده هنزل بقى بالتتبيله اللي انا ضربتها في الخلاط دي على الفراخ. عايزه اقول لك اي حاجه مش متاحه عندك مش ضروري، ما تقيديش نفسك، المتاح عندك تبلي بيه. هو اهم حاجه بس ايه؟ البصل والقوطه والفلفل. بقيه الحاجات دي بتبقى حاجات كده يعني اختياري، وكل واحد وحسب التوابل اللي بيحبها. هولع بقى عليها البوتاجاز من فوق، وبعد كده ادخلها الفرن. كده هي استوت اهي، هدخلها بس تحت الشوايه بس. كده هي بعد ما طلعت من تحت الشوايه شكلها تحفه وريحتها كمان حلوه قوي. ده الصوص اللي طلع منها اهو، ريحته حلوه قوي. الف هنا.